هنا في فخ الهزيمة هذه المرة على أرضه وأمام جماهيره بهدف دون مقابل أمام سيلتا فيغو، ليستغل ريال مدريد الأمر ويصعد إلى المركز الأول مؤقتا بفوزه أمام مضيف غرناطة برباعية. ولم يفرط أتلتيكو مدريد أيضا في النقاط الثلاث التي نالها أمام قرطبة. على معقله وأمام جماهيره فقد برشلونة صدارة الليغا بخسارته المفاجئة أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدف دون مقابل. المباراة تعددت فيها محاولات البلوغرانا إلا أن التجسيم غاب عن كتيبة لويس أنريكي. الهدف الوحيد في المباراة سجله خواكيم لاريفي في الدقيقة 55 عند النقطة 22 متراجعا إلى المركز الثالث مؤقتا مع إمكانية الابتعاد عنه بشكل أكبر. خسارة الكتالان استفاد منها العارق الملكي ريال مدريد الذي انتزع الصدارة مؤقتا بعد تحقيقه الانتصار السابع على التوالي في الليغا، وهذه المرة أمام مضيفه غرناطة ب4 أهداف دون رد. رونالدو سجل هدفه ال17 في الليغا مفتتحا رباعية الريال قبل مرور 100 ثانية عن البداية، ثم أضاف خاميس رودريغيز ثاني الأهداف من تسديدة قوية عند الدقيقة 31. وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني أوصل الكرة إلى كريم بنزيما الذي أحرز الهدف الثالث. في الدقيقة 86 وقع رودريغيز على هدفه الثاني مختتما رباعية الملك الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في الصدر المؤقت. وفاز أتلتيكو مدريد على ضيفه قرطبة ب4 أهداف ل2 ضمن الجولة ذاتها. لويس باتشيكو سجل هدفا بالخطأ في مرمى فارقه عند الدقيقة 43 مانحا التقدم للأتلتيكو. وفي الشوط الثاني عدل نبيل غيلاس النتيجة لقرطبة في الدقيقة 53 أن يرد أنطوان غريزمان بعد 5 دقائق ويسجل هدف التقدم للروخ بلانكوس. وفي الدقيقة 62 أضاف ماريو مانجوكيتش الهدف الثالث لكتيبة دييغو سيميوني. ثم اختتم زميله راؤول غارثيا الرباعية عند الدقيقة 80 قبل عود غيلاس من جديد قبل نهاية اللقاء ب3 دقائق ليسجل الهدف الثاني لقرطبة. عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني بفوزه على بروسيا دورتموند بهدفين لهدف في قمة الجولة العاشرة. هذا هو كلاسيكو ألمانيا، مواجهة ملعب أليانز أرينا، لا تعترف بالمراكز ولا بمن هو الضيف أو صاحب الديار. فبمواجهة الأحمر والأصفر عليك أن تنتظر ما ليس متوقعا. بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، حكايات كثيرة، صداقة الماضي، لغة لا وجود لها الآن على أرض بافاريا. قد معه المباراة في الدقيقة 6 ليرد عليه بالسرعة المطلوبة الأرميني ميخيتاريان بكرة أصابت القائم ومشجعي البطل وصاحب الصدارة. أمل بعدها محاولات ثعلب بايرن توماس مولر الذي حاول بشتى الطرق هز شباك ضيوفه. الرجل العنكبوت أوباميانغ لم يتمكن من مد خيوطه على شباك نوير ليقرر بعدها لعب دور ثان بعد هجمة مرتدة مهدئ الكرة لصاحب الجدل الأكبر ماركو رويس الذي بتسجيله أول أهداف اللقاء بعث برسالة للجميع: كفى الكلام من هنا وهناك، فالكلام الأبلغ الآن في الميدان. فيما واصل لاعبو بايرن التفنن بإهدار الأهداف المحققة، استمر هذا السيناريو في الشوط الثاني أيضا، هذه المرة عبر ليفاندوفسكي، وكأنه لا يريد أن يسجل في دورتموند بل ليزيد الضغط على الفيلسوف الإسباني. دخل وقلب الموازين ليكون التعادل في الدقيقة 72 عبر ليفا الرهيب الذي أعطى الفريق الأحمر ما استحق الهدف. بفستفاليا مهمة ريبيري كانت واضحة ولا مجال لثنيه عن ما يريد سوى إعطائه ما يريد. سوبوتيتش يقع في الفخ ويرتكب الخطأ في الضغط. روبن ينفذ ويوقع على هدف التقدم لبايرن ميونخ، ولا مجال الآن للتراجع، فمن يملك هذا الثنائي لا يعرف سوى طعم الفوز.